إلا كنتي كتقلبي على وصفة مجربة ومضمونة وناجحة ومن أول تجربة، المسمن يكون مورق هشيش ورطب وبطريقة مختصرة في أقل وقت. فهاد الفيديو درتو خصيصا ليك المسمن الخامر بالحليب بطريقة مختلفة ومضمونة. اجي معايا نشوفو التفاصيل. على بركة الله عندي هنا في هذا البول الكبير عندي 3 زلايف ديال الدقيق الابيض اللي هو الفورس. غادي ندير معاه زلافه وحده ديال الدقيق ديال الفينو. ممكن الا بغيتو ديروا نفس الكميه ديال الفرص هي نفسها ديال الفينو، فما كاين حتى مشكل. انا شحال مره كنديروا كنفس الكميه نص نص وكيخرج بنفس النتيجه. فانا ضفت ليه ملعقه ديال الملح وكيبقى على حسب الذوق ديالكم. وبالنسبه للخميره فدرت ملعقه صغيره ممسوحه فقط من الخميره الفوريه. صافي هنا غادي نبدا نعجن في العجينه ديالي. هنا احتاجيت لواحد مبدئيا في الاول كنبدا بواحد الكاس ديال الحليب، كاس كبير عامر كيف كتشوفوا. وهذا الكاس الكبير ديال الحليب كيعادل لينا 2 كيسان عامرين جيدا ديال العنبه. ومن بعد ملي كملت الكاس الاول ديال الحليب فهنا نفس الكاس عمرته مزيان ديال الماء العادي ديال الصنبور. ما تسخنوش نهائيا الماء، خدموا بالماء العادي البارد من الصنبور. صافي كنبدا كنزيد بالتدريج شويه بشويه وانا كنجمع في العجينه ديالي. ومن بعد تاني فزت نص ديال هذا الكاس ديال الماء. فانا في المجموع عندي 2 كيسان ديال الحليب و3 الكيسان ديال الماء، وكيبقى على حسب النوعيه ديال الدقيق ديالكم، سواء ديال الفرص سواء ديال الفينو. يعني نتوما ممكن تحتاجوا اقل او اكثر من هذه الكميه، حيت مهم جدا تعرفوا الكميه ديال الماء والقوام ديال العجينه. فهنا غادي تشوفوا معايا القوام ديال العجينه اكثر. ها نتوما كيف كتلاحظوا معايا انا دابا كنخدمها يعني كندلكها واحد شويه، لانني هنا ما غاديش نخليها مده طويله ترتاح، فلازم عليا ندلكها. حيت كيف ما ولفتوا معايا من قبل كنت كنشارك معكم العجينه كنبيتها، ما كنديرش الخميره وما كندلكهاش، كنبيتها عاد الصباح كنخدمها. ولكن في هذه الوصفه بالضبط ديال المسمن الخامر فانا ما غاديش نخليها مده طويله ترتاح، وفي نفس الوقت كندلكها غير واحد شويه ماشي بزاف. بهذه الطريقه هنا شفتوا معايا القوام مزيان ديال العجينه. صافي هنا كنجمعها وكنردها للبول ديالي، فغنخليها ترتاح نصف ساعه بيد ما نوجدوا الاشياء اللي غادي نحتاجو في الطريق ديال هذا المسمن. فانا ملي كتفوت ديك نص ساعه كنكون موجده الزبده باش غادي نورق المسمن ديالي والزيت النباتيه. وهنا الدقيق ديال الفينو خلطته مع 2 معالق كبار ديال الزعتر. فهاد الزعتر كيبقى اختياري، كاين الناس اللي ما كيبغيوش فممكن يستغناو عليه. وبالنسبه للزبده فاستعملت الزبده ديال الطريق، ممكن تستعملوا زبده سبيسيال او اي زبده اللي كتفضلوا ديال البواطه كذلك. صافي هنا كناخذ العجينه ديالي. اول حاجه غادي نديرها فكندهن سطح العمل جيدا بالزيت. حاولوا البلاصه فين غادي تخدموا سطح العمل يكون مدهون مزيان بالزيت، لانه غادي يعاوننا مزيان في الوقيته فاش غادي نكونوا كنورقوا المسمن ديالنا. ومن بعد كندهن يديا مزيان بالزيت وكنبدا كنشكل كويرات بالقياس اللي بغيتو المسمن ديالكم يجي كبير، بغيتوه متوسط غير هو. الا كان كبير خصكم تكونوا يعني تعرفوا مزيان تورقوا او لا تسرحوا العجينه ديالكم باش ما تقطعش ليكم، باش ما تغلبكمش. هذا النصيحه للمبتدئات. فهنا كيف كتشوفوا معايا كنقطعوا بهذه الطريقه المتعارف عليها، وانتم ديروا قطعوه بالطريقه اللي كتناسبكم. صافي هنا من بعد ما ساليت انا درت هنا غير نص ديال الكميه سبقت بها، ومن بعد عاد غنرجع للكميه الاخرى، حيت هنا العجينه ديالنا كتخمر يعني كتطلق راسها دغيا. فهنا كنشكلها كنشكل غير نص الكميه هكا حتى كنكملها، عاد كندوز الكميه واحده اخرى. صافي هنا من بعد وجدت الزبده ديالي كلشي كنحطو حدايا. وصافي كيف ما قلت لكم سطح العمل واليدين ديالنا يكونوا مدهونين مزيان باش ما تغلبكمش العجينه.
وهكا بهذه الطريقه بكل سهوله وبدون اي مشكل كنبدا نسرح في العجينه ديالي. الا تبعتوا هذه الخطوات بالضبط وهذا النصائح اللي كنقول لكم يعني غادي تحصلوا على نفس النتيجه ديالي. انا ما خبيت عليكم والو، كنحاول نعطيكم ان شاء الله لو ماكسيموم، وخصوصا المبتدئات. انا دايركم في بالي وعارفه باللي كتبغيو ادق التفاصيل باش تنجح معكم الوصفه من اول تجربه. فهنا كيف كتشوفوا هنا سرحت العجينه ديالي ولا الكريه ديالي بدون اي مشكل، ما كتقطعش ليا العجينه وكطوعني، وزعما ما فيها حتى شي اشكاليه اللي تخافوا منها. وكنحاول نسرحها رقيق باكبر قدر ممكن. كيف كتشوفوا هنا راه بدا كيبان عندي سطح العمل. صافي من بعد كندهن بشويه ديال الزبده، ما تكثروهاش باش ما يجيكمش ميدم بزاف، غير واحد شويه بهذا القدر اللي شفتوني انا دايره. صافي ثم من بعد كنرش شويه ديال السميده اللي مخلطه مع شويه ديال الزعتر. صافي هادشي اللي كندير، ما كنديرش لا خماره لا حتى شي حاجه، حتى شي اضافات وحدين اخرين. يعني الوصفه الاصليه كيف ما عرفناها من عند والدينا، طولنا فيها شويه طبعا، والحمد لله راه كيجي مزيان، سوا درناه بالملوي سوا درناه مسمن. صافي هنا كيف كتشوفوا معايا الطريقه المختصره اللي غنشارك معكم في الفيديو والمعتمده عندي من شحال هذا. هذه هي الطريقه ديالي اللي كندير ديما. فبلا ما كنديروا كره وسط كنسرحوا، كنديروا كره وسط كره، هنا غتكون عندكم الخدمه مدوبله، والوقت اللي غادي تقضيو في هذا المسمن غادي يكون مدوبل. فهنا كنجيب الاطراف الاولين كنجيبهم حتى للنص، يعني ماشي ديك اللويه العاديه ديال 4، حنا غادي نديروها على 8. هانتوما كيف كتشوفوا هنا رشيت من بعد درت شويه ديال الزبده، ومن بعد كنرش بشكل عادي شويه ديال السميده من الفوق. وهنا كنجيبوا الاطراف الاخرين كنجيبهم حتى هما على النص، ماشي كندير واحد على واحد، لا كنجيبهم بجوج للنص. هانتوما كيف كتشوفوا معايا، ما بغيتش نسرع عليكم. ومن بعد كنحصلوا على واحد المربع كبير كنعاودوا ندهنوه بالزبده وكنرشوا شويه ديال السميده، وصافي كنعاودوا نطويوه. هانتوما كيف كتشوفوا، ونعاودوا نشكلوا مربع صغير هكا. كتشوفوا معايا شحال من الطويه درنا. وهذه هي الطريقه اللي قلت لكم من انجح الطرق ومن اسهل الطرق، وكيجي به مورق بحال العجين المورق، كيجي هائل. فغير جربوه بطريقتي وردوا عليا الخبر. هنا غادي نعاود معكم واحده اخرى. فدائما ملي نبغي نسرحوا كره جديده كندهنوه هو الاول سطح العمل، لانه هنا كيعاونكم باش تسرح لكم العجينه بلا مشاكل، بلا ما تلصق معكم ولا ما تقطع معكم. هانتوما الطريقه باش كنسرح، شوفوا معايا. فما كنضغطش بالاصابع ديالي، ما كيتعلموش ليا على فوق من العجينه، كندير غير بشويه بحال الا غير كنمسح. هانتوما بهذه الطريقه كنبدا نجبد غير شويه بشويه وبسرعه. هانتوما كيف كتشوفوا بهذه الطريقه راه غادي تكونوا متاكدين ما غاديش تقطع معكم العجينه نهائيا، وغتفرحوا وانتم كتسرحوا في هذا المسمن، وفي نفس الوقت ما كيتقطعش معكم. فهنا كيف كتشوفوا كنطويه كيف ما شرحت لكم في الاول. كنجيبوه الطرفين بجوج كنجيبهم الوسط، كندهن بالزبده وكنرش بالسميده. كنديروا ديك السميده في الاطراف كاملين، ما نخليوش شي طرف مثلا دوك الجناب ما توصلهمش السميده، حيت هذا كيكون سبب من بين الاسباب باش ما يتنفخش لكم من بعد. صافي كنرشوا وكنطويوه كيف ما شفتوا معايا في الاول بديك الطريقه على 8، اولا في الحقيقه على 6 ماشي على 8. دابا عاد حسبتهم. صافي هنا كنستمر بنفس الطريقه حتى نكمل الكميه ديالي كامله، وغنزيد نكمل معكم هاد الكريه باش تفهم لكم الطريقه اكثر واكثر. بالنسبه للعجينه راه كنسرحها على شكل مستطيل اولا مربع كبير، ماشي على شكل دائري هكا، باش ملي نبغيو نطويوها تجينا مقاده هي هذيك كيف كيبان لكم في الفيديو. وانتم هنا وانتم كطويو في المسمنه ديالكم كتلاحظوا كدير نفاخات هكا كيف كتشوفوا. هذا دليل بلي المسمن ديالكم غيخرج ان شاء الله ناجح وغيتنفخ معكم ومورق وكل شيء. صافي هنا خديت واحد البلاطو صغير وبديت كنسرح في المسمنه ديالي. كنبدا باول وحده شكلت، وانتم تشوفوا كيف كتنفخ.
انا درت هذا البلاطو غير حيت البوطه عندي كانت بعيده على البلاصه فين كنخدم، فكنسرحها في هذا البلاطو باش نقربها لحدا البوطه. شوفوا الشكل ديال هذا المسمن كي كيجي ما شاء الله، كيجي رائع وكيتنفخ قبل ما تبداو تحطوه قبل ما تبداو طيبوه. صافي هنا غير كنديروه على المقله. انا شفتو معايا في الاول دهنتها بشويه ديال الزبده، غير كنديرها في المقله وصافي كنقلبها وكنبقى نقلب فيها، يعني كل شويه كنقلب، ما كنخليوهاش يعني حتى تحمر لينا ولا تحرق كل، وباش كتاخذ لينا واحد اللون ذهبي منسجم من كل الجهات. نتوما كيف كتشوفوا راه كيتنفخ بهذا الشكل. ففي هذه المسمنه صورت لكم من الفوق فما كانش كيبان. صافي ملي كنطيب الاولى كنقص العافيه وكنمشي كنسرح الثانيه هكا باش نعطي الوقت كامل للمسمن ديالي ويجي الطياب مزيان. هاد القضيه للمبتدئات. وبالنسبه للنار ما تكونش مهيله، العافيه خاصها تكون شويه مجهده، ماشي مجهده بزاف، يعني تكون متوسطه. صافي هنايا كنكمل بنفس الطريقه كنطيب المسمن ديالي كامل. فبالنسبه للاخوات اللي كيقولوا المسمن الا كانت فيه الخميره راه ما كيتنفخش او لا كيكون صعيب ما كينجحش، فبالعكس راه كيجي منفوخ وكيجي هذيك الخميره عندها الدور باش كيجي المسمن هشيش ورطب، رطب بزاف بالمقارنه الا ما درناش فيها الخميره. وصراحه حتى في المعده ما كيضرش، يعني عندها بزاف ديال المميزات. غير هو ديروه بنفس الطريقه اللي درت معكم، ولا كنتو غديروا الوصفه في الصيف فملي تخليوه يرتاح من الاحسن ديروا العجينه ديالكم من الاحسن ترتاح في الثلاجه. وصافي كنظن قلت لكم كل شيء، يعني داكشي اللي غادي تحتاجوه باش ينجح معكم ان شاء الله. ما بقى لي الا نقول لكم بسلامه عليكم حتى نتلاقاو ان شاء الله في فيديو مقبل. فخليتكم في راحه الله. نتمنى الا جربتوا الوصفه تشاركوا معايا التطبيقات ديالكم على الحساب ديالي في الانستغرام، ولا طاغيوني الا كنتوا بارطاجيتوها. ما بقى لي الا نخليكم في امل لقاء بكم ان شاء الله في فيديو قريب. السلام عليكم.